السلام عليكم ورحمة الله. تقول السائلة: من 3 سنين كنت عايزة ألبس خمار ولكن أمي رفضت، ودلوقتي مصممة إني ألبسه، ولكنها برضو بترفض بحجة لسه بدري والبسيه بعد الجواز زي إخواتك وهكذا. أنا مش عايزة أزعلها، بس في نفس الوقت أنا عايزة ألبسه، فهل لو لبسته من غير موافقتها كده بعصيها وحرام؟ أرجو الرد. عشان خاطر اجاوب على السؤال ده محتاج ان انا اجاوب على سؤالين. السؤال الاول: هل طاعة الوالدين فرض في كل حاجة؟ السؤال الثاني: ايه هو اصلا الحجاب الشرعي؟ اولا لازم ابقى عارف ان طاعة الوالدين من الاحسان اللي ربنا سبحانه وتعالى امر بيه في القرآن، فقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. ولكن الطاعة دي لها حدين مهمين جدا. قبل الحدين دول الاب او الام يؤمر ابنه او بنته باي حاجة. طيب لو وصلنا للحد الاول، أمر الأب أو الأم للابن أو البنت غير نافذ إلا بإذن الولد أو البنت. وعلى فكرة لو عرضوهم لا يأثم، مفيش مشكلة خالص، ولكن يطلبوا رضاهم ويحاولوا يسترضوهم قدر المستطاع. طيب إيه الحد الأول؟ الحد الأول هو الممتلكات الشخصية أو الأمور الشخصية بالنسبة للولد أو البنت، زي مثلا إن أب أو أم يقول لبنته أو ابنه: اتنازل لأخوك عن الشقة دي أو الفيلا دي، أو ادي مثلا لأختك المبلغ الكبير قوي ده وهي مثلا متجوزة، يعني هو مش بينفق عليها. طيب الأمر ده إيه؟ ده اختياري بالنسبة للولد أو للبنت لو هي مثلا اللي مأمورة بده. لو هي راضت بده واحتسبت نية، خلاص تعمل الموضوع ويكون لها أجر البر عند الله عز وجل، وعملت عمل جميل جدا، ولكن بإذنها. الحد ده ما ينفعش يتعدى إلا بإذن الولد أو البنت، مش بأمر الأب أو الأم بس. ده الحد الأول. الحد الثاني لا يعدي فيه الأب ولا الأم ولا الابن ولا البنت ولا بإذن أي حد، اللي هو إيه؟ اللي هو المعصية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فما ينفعش إن أب أو أم يأمروا ابن أو بنت بمعصية ويقول والله أنا اضطريت إن أنا أسمع كلامه عشان خاطر ده بر والدين. بالعكس، ده عقوق والدين، لأن أنا لما والدي أو والدتي يأمروني بمعصية، لما أنا أسمع كلامهم هم هياخدوا آثام. يعني أنا دلوقتي بعمل له حاجة وحشة، فما ينفعش إن أنا أسمع كلامه في دي، عشان لو سمعت كلامه في دي أنا كده بضره. فلما مثلا راجل يبعت ابنه مثلا يقول له ايه: اشتري لي سجاير وانت جاي، او يأمره مثلا ان هو يترك الصلاة، او حد مثلا والد او والدة يأمروا مثلا ابنهم بان هو يحضر فرح فيه رقص وموسيقى وعري حتى لو كان وسط القرايب، او ان هو مثلا اب يأمر بنته بخلع الحجاب، او ان هو يأمر ابنه بحلق اللحية، او اي شيء من الامور التي اوجبها الله عز وجل على الرجال أو النساء. لو أمروا إن هو يترك شيء ربنا سبحانه وتعالى أمروا به، أو أمروا إن هو يعمل حاجة ربنا سبحانه وتعالى نهى عنه، سواء الأب أو الأم للبنت أو الابن، ما ينفعش إن أنا أسمع كلام بابا وماما هنا. أيوة، ما ينفعش، حرام، وده يعد عقوق. ممكن دلوقتي واحد يجي يقول لك: طب أنا عندي لبس، دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى في القرآن قال: وصاحبهما في الدنيا معروفة، وأنت بتقول لي ما تسمعش كلامهم. يعني معلش، يعني أكيد مش أنت اللي صح. طبعا أنا لما بسمع إن في حد فهمني كده هيجي لي تشنجات، يعني أقسم بالله ما قلت كده. يعني صاحبهم في الدنيا معروفا واخفض لهم جناح الذل من الرحمة واحسن لهم وودهم وصاحبهم وادعي لهم وكل حاجة، يعني كل وطاعهم كل حاجة. ولكن أنا بتكلم عن حاجة تانية خالص. بتكلم عن إن أمر الأب أو الأم للابن أو البنت له حدود. قبل الحد الأول ده كل شيء مسموح. طيب الحد الأول ده محطوط ليه؟ عشان خاطر حفظ حق الابن أو البنت، يحتاج تأشيرة منه. دي ممتلكاتي أنا الشخصية، سواء عايش عندهم في البيت أو بره البيت. ساعتها إيه؟ ساعتها الولد أو البنت هم اللي بيأشروا على الأمر ده. طيب لو كان يشق على الولد أو البنت، خلاص ممكن يعتذر ويصاحبهم في الدنيا بالمعروف. طيب لو كان ما يشقش وبيقول مثلا خلاص أنا أسترضي والدي ووالدتي ويعني أتنازل عن الموضوع ده رغم إن هو شق عليا، ولكن رضاهم عندي يساوي أكتر بكتير من الموضوع ده، خلاص يبقى ساعتها هو سيمضي الأمر وهيعمل التأشيرة. فده إيه؟ بمزاجه هو اللي هيحتسب النية ده عشان خاطر يحفظ حق الابن أو البنت. طيب الحد الثاني لا، ده لحفظ حق الشريعة، ان انت ما ينفعش ان حد يجي يسمح ان احنا نعصي ربنا. يعني ما ينفعش حد ياخد سلطات
من ربنا سبحانه وتعالى ومن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده يقوم قايل ايه؟ خلاص بقى ما تسمعوش كلام ربنا سبحانه وتعالى والنبي. يعني اللي ادى اصلا السلطات دي والقدر ده والتعظيم ده للاب والام هو ربنا سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش بقى ياخدوا هم السلطات دي من الدين وبعد كده يجوا يقولوا لك ما تسمعش كلام الدين، افعل كذا وقد نهت الشريعه عن كذا، او لا تفعل كذا وقد امرت الشريعه بكذا. وكمان تعالى بقى هات الايه اصلا من اولها. الله عز وجل بيقول ايه؟ وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفه. تيجي تقول لي ما انا عارف بس هم مش بيقولوا لي خليك مشرك ولا اسجد لصنم ولا اعبد غير الله عز وجل. اقول لك ما انا عارف ان هم مش بيقولوا كده، ولكن ده الشرك الاكبر. انما في شرك اصغر من كده. ممكن يكونوا بيأمروك ان انت تحكم على حاجه بغير حكم الشريعه، او ان انت تعمل حاجه الشريعه نهت عنها، او ما تعملش حاجه الشريعه امرت بيها. مش هو كده بيأمرك بحاجه خلافا للشريعه؟ تمام؟ يعني كأنك بدل ما كنت بتاخد اوامرك الدينيه من ربنا سبحانه وتعالى او من الدين بس، بقيت تاخد دلوقتي من الدين ومن بابا وماما حاجات مخالفة. طب دلوقتي لما يتعارض النصوص الشرعية القرآن أو السنة مع كلام الأب والأم، المفترض مين اللي يقدم؟ النصوص الشرعية، قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما لما هو بقى يتعنت ويقول لا أنا اللي هقدم نفسي، ده يبقى اسمه إيه؟ اسمه شرك. ما ينفعش. مش كفر، يعني انت كده ما كفرتش بالله عز وجل، ولكن اشركت في الحكم. بقيت تاخد دلوقتي احكامك مش بس من ربنا سبحانه وتعالى ومن النبي صلى الله عليه وسلم، بقيت تاخدها من مصدر تاني، حتى لو كان المصدر ده معظم، ولكن مفيش حاجة تقف قدام لا كلام ربنا سبحانه وتعالى ولا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طب لو حصل تعارض نعمل ايه؟ ربنا في القرآن بيقول فلا تطعهما. طب اعمل ايه؟ اقف قدامهم ازاي؟ وصاحبهما في الدنيا معروفة. وهنا نوصل للسؤال الثاني، ايه الحجاب اللي ربنا سبحانه وتعالى امر بيه في القرآن؟ عشان الناس اللي بتقول ان الحجاب مش موجود في القرآن، لا، احنا هنتكلم عن الحجاب اللي ربنا امر بيه في القرآن. قال الله تعالى يا ايها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يعملوا إيه؟ يدنين عليهن من جلابيبهن. ليه؟ ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. يعني ذلك ليعرفن أنهن حرائر عفيفات فما حدش يأذيهم. طيب يعملوا إيه؟ يدنين عليهن. يعني يعملوا إيه؟ يعني ينزلوا حاجة من فوق لتحت. يدنين عليهن إيه؟ من جلابيبهن. تلبس الجلباب من فوق لغاية تحت، تلبسه كده من فوق أو من على كتفها لغاية تحت، لغاية ما يوصل للأرض، يغطيها بالكامل. الجلباب ده اللي هو العباية. ده رقم 1. رقم 2 قال تعالى وليضربن بخمورهن على جيوبهن. ايه الخمار؟ الخمار اللي هو بيتحط على الراس. طيب على ايه؟ على جيوبهن، يعني يعدي المنطقة دي، يعدي منطقة الصدر والثدي، يعديها. واضح؟ ده اللي ربنا سبحانه وتعالى قالوا جلباب وايه؟ وخمار. طيب الوجه والكفين في خلاف بين اهل العلم. بعض اهل العلم بيقول ان هو واجب زي مين؟ زي الشافعية والحنابلة، وبعضهم بيقول ان هو مستحب زي الاحناف والمالكية. ولكن القدر المتفق عليه ان المرأة تستر نفسها بالكامل بخمار وجلباب لا يشف ولا يصف. وهنا نرجع للسؤال الأساسي للأخت، هل يجوز ان هي تلبس الخمار رغم ان مامتها مش موافقة؟ ويكون الجواب بل يجب ان هي تلبس الخمار والجلباب الفضفاض حتى لو كانت مامتها او باباها مش موافقين، ولكن تجتهد جدا ان هي تسترضيهم وترضيهم بأي طريقة، ولكن لا تخالف شرع الله عز وجل. وظننا بالله عز وجل ان هو هيرضيهم عنها وهيرضيهم بقضائه وبحكمه. ذلك والله أعلم. لو عايزين تتابعوا بقية الأسئلة ادخلوا على هاشتاج #سين الغليظ، ولو عندك سؤال اكتبه تحت في التعليقات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.